السلام عليكم. نزلت اليوم لحتى التقي فيكم واسألكم عن قصة الإيمان والدين من زاويتكم، شلون بتفكروا كيف بتعيشوا هذا الشيء بحياتكم اليومية. تفضلوا معي لحتى نسمع قصصكم ونتأمل بهالرحلة. على القرآن الكريم عندك الفاتحة اللي هي السبع المثاني، ما قرأت فيها شيء إلا واستجاب الله. بعدين الفاتحة بتقريها كل سورة، أو عفوا بكل صلاة، كل صلاة. حتى السنة بتقري فيها الفاتحة وهي الأساس. هلا في عندك آية الكرسي، في عندك ياسين، في عندك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. القرآن الكريم كله كلام الله، ما في شيء أفضل من شيء. أكيد ما في شيء أفضل من شيء، بس أي بني آدم ممكن هيك بتحسه بميل للآية، بيرتاح لما بيقرأ أكثر شيء، بيتأثر فيه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. القرآن كلام، يعني اللي بيقرأ كلام الله كأنه عم يحكي مع رب العالمين سبحانه والله. الله يثبتنا على ديننا. آمين، والله يتقبل منك. عمو بس قبل مني هالهدية الصغيرة، تفضل. شكرا لك. سبحان الله عليك. شكرا. أهلا وسهلا بحضرتك. شكرا لكم. والله هو القرآن العظيم يعني جميع الآيات تؤثر بالإنسان، لكن عندي آية يعني تؤثر فيني كثير. يعني يقول الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يعني هون يعني بنلاقي أنه في هذا الوقت والزمان كثير من الشباب يعني من هناك غرق في الذنوب والمعاصي. ف يعني هنا يذكر الله عز وجل انه لسه في فرصه انه يرجع العبد لعباده رب العالمين، انه يرجع ويتوب، فان الله غفور رحيم. يعني فاسال الله عز وجل ان يبارك في شباب المسلمين ويهديهم من الظلمات الى النور. امين يا رب العالمين. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. بس بدي اياك تقبل مني هالهديه الرمزيه الصغيره. تفضل، هي عداد التسبيح. الله يسلمك يا عافيه. الله يعافيك يا رب. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيك. شكرا. حقيقة نحن ماشيين على مبدأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا قاعدة بوصي فيها إخواني وأهلي وجميع العوائل والأسر المسلمين. الله يبارك فيك ويحفظك. الله يسلمك يا رب. يسلمك. بارك الله فيك. شكرا لكم. شكرا لك. بس بدي اياك تقبل مني هالهديه الرمزيه الصغيره، عداد التسبيح. شكرا لك والله يبارك فيكم إن شاء الله. شكرا كثير لحضرتك. يكتب أجركم. أهلا وسهلا. سورة البقرة. سورة البقرة كاملة؟ ليش؟ هيك انه صورة كبيرة، يعني آية كبيرة. يعني إلك غاية بس تقرأها انه شيء محدد؟ ايه، انه برتاح الواحد وقت انت يسمع. بترتاح بس تقرأ سورة البقرة؟ ايه. كل ايمات وايمات، كل يوم الجمعة، كل جمعة بالتحديد؟ ايه. بتحب تقرأ سورة البقرة؟ ايه. شي مرة قصرت وقطعت يوم الجمعة وما كنت قارئة؟ ايه بتحس نهارك بيفرق او بيختلف لما تقرأ سورة البقرة او لما ما تقرأها؟ بلا بيفرق. من اي ناحية؟ فينك تحكي لي؟ يعني الرياحة مثلا؟ ايه، الواحد بيرتاح يعني وقت يقرأ. بتحس نهارك مبارك فيه اكثر ورياحة اكثر؟ ايه. بس فينك تقبل مني هالهدية الصغيرة؟ تفضل. شكرا لك. هلا أنا بحب سورة الإخلاص، سورة الكوثر، المعوذات كمان كتير بقرأهم برتاح لهم. تقرأيهم حصرا قبل ما تنامي أو في وقت محدد غير؟ ما في وقت محدد. ما في وقت محدد. لا ما في وقت محدد، ممكن بأي وقت. شو السبب؟ هيك حتى رب العالمين يفرج علينا، يوفقنا، ييسر أمرنا، راحة نفسية. الله يتقبل منك يا رب. الله يسلمك يا رب. تسلمي. شكرا. هل بس تقبلي مني هالهدية الصغيرة؟ تفضلي. تسلمي كلك ذوق. شكرا لك يا شكرا عمري. شكرا كثير لك. في حديث يقول صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا دائما لازم نكرره بأيامنا، أيام الحياة. أي والله. وفي آية كمان بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت،
معنى الآية أنه رب العالمين ما يعطينا أكثر من طاقتنا، يعني راح يعطينا إن شاء الله اللي نقدر عليه. ما بيحمل الانسان اكثر من طاقته. تماما تماما. شكرا كثير لحضرتك. وسهلا. بدي تقبل مني هالهديه الرمزيه كثير صغيره، تفضل. شكرا لك، شكرا لك. شكرا كثير لحضرتك. وسهلا على راسي. آية مذكورة في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تدعونا هذه الآية لامتثال التقوى بامتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه، ابتعاد عن كل شيء يغضب رب العالمين سبحانه وتعالى. هاي الآية من أي سورة؟ موجودة بسورة التوبة. ما شاء الله حولك. الله يسلمك يا رب. هاي الآية كثير بتأثر فيك وبتعني. الحمد لله دائما بستحضرها بأوقاتي بحيث أنه ما نعمل أي شيء يغضب رب العالمين سبحانه الله وتعالى. يثبتنا على طاعة. آمين يا رب وإياكم. دخيل قلبك. شكرا كثير لحضرتك. تفضل تقبل مني هاي الهدية الرمزية الصغيرة عداد التسبيح. الله يعافيك يا رب. أهلا وسهلا. آية الكرسي. ليش؟ أنا وصغير أمي بتعلمني عليها كتير وتأثرت فيها، يعني أول ما أنام بنام يعني عليها، يعني بقراها وبنام عليها. ما بتنام قبل ما تقرأ آية الكرسي؟ خلص تعودت على طول. ايه كل يوم كل يوم؟ برتاح ايه كتير. سبحان الله. ماشي، شكرا كثير لك. العفو. لماذا سميت سورة الأنبياء بسورة الاستجابة؟ تفضلوا معنا نسمع الإجابات ونشوف مين رح يربح معنا. الأنبياء مشان اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. مو هذا هو الجواب الدقيق، بدي أعتذر منك. الله يقويك. أنا أبدا عايش برات البلد كنت وما بعرف شيء بالدين أبدا، ما بتعلم جديد. والله أنا ما أدري. ما عندك فكرة؟ لا والله. فينا نحن نفسرها من خلال اسمها، يعني طالما كلها أنبياء معناته أي شيء بتقري فيه الله بده يستجيب لك الدعاء. ما له الجواب الدقيق. لا، جواب قريب بس ما له دقيق. بنعيد الجواب مرة ثانية، يعني طالما سورة الأنبياء بدها تكون يعني تقريبا، هو القرآن كله كريم وكله صوره جيدة، بس طالما الأنبياء معناته الموضوع انتهى. طالما بدي أقرأ أنا سورة الأنبياء معناته الاستجابة من رب العالمين حتمية 100%. ونعم بالله. بس بدي أعتذر منك، ما له جواب دقيق. سورة الاستجابة. سورة الأنبياء لماذا سميت بسورة الاستجابة؟ والله ما مرق معي الشيء هذا. مو مارق مع حضرتك السؤال؟ لا، انه هيك، انه انا بعرف سورة الأنبياء لأنه ذكر فيها يعني موجز عن الأنبياء، يعني أكثر من رسول ذكر فيها السورة هاي. ايه انت ما اعطيتني جواب دقيق. ما مرت علي. ايه هي سورة الأنبياء سميت بسورة الاستجابة ليش؟ يعني عم بقول لك انه مو مارق معي الشيء مو هذا. مارق مع حضرتك. ما عندي معلومات هيك شيء. ما عندك فكرة أبدا؟ سورة الأنبياء بسورة الاستجابة، والله ما بعرف. ما عندك فكرة أبدا؟ لا. سورة الأنبياء سورة الاستجابة، والله ما في احتمالات. هلا احتمالات ما في، انت فكر. مو مرة قبل معك هالمعلومة، مو قارئة، مو سمعانة. سورة الأنبياء. ايه سورة الأنبياء لماذا سميت بسورة الاستجابة؟ استجابة، والله ما عندي علم. ما عندك فكرة؟ ما عندي فكرة. ولا يهمك إذا في سبناك. سؤال ثاني ما في مشكلة. هذا السؤال إذا بجاوبنا عليه بننتقل للي بعده. والله ما عندي علم بهالسؤال. والله ما بعرف. ما عندك فكرة أبدا؟ لا والله ما بعرف. ما عندك فكرة حبيبة قلبي؟ لا والله ما عندي أبدا فكرة. لا والله. ولا يهمك يا عمري. شكرا كثير لك. سورة الاستجابة، سورة الأنبياء، والله ما عندي فكرة. ما مر على بالك هالمعلومة قبل هلا؟ سورة الاستجابة لأنه يعني في كثير آيات من القرآن بهالسورة فيها أدعية أو شيء. ما له جواب دقيق. ما عندك فكرة؟ لا والله. سورة شو؟ سورة الأنبياء لماذا سميت بسورة الاستجابة؟ سؤال غيره. سؤال غيره. غير هذا السؤال هو أنا لتجاوبي عليه لحتى أقدر أنت إلا اللي بعده. والله بعرف. ما في خيارات؟ لا صعب، ما في خيارات. أنت ما مارقة معك المعلومة قبل هلا؟ لا والله يعني هلا ما أعرف. شو هي؟ لماذا سميت سورة الأنبياء بسورة الاستجابة؟ والله ما بعرف. سورة الأنبياء بسورة الاستجابة إيه؟ والله ما بعرف. والله هي ما بعرفها. ما عندك فكرة؟ لا والله. ولا يهمك سبناك. يعطيك العافية. بس الدين لله ووطن للجميع. والله ما عندي فكرة. ما عندك فكرة أبدا؟ ولا يهمك. يعطيك العافية. الله يعافيك.